الاسكواش عشان تقدر تتقنه تقدر توصل لمستوى مميز، محتاج ان انت يبقى عندك اصلا ديسيبلين، انضباط وانت بتتدرب. الاسكواش زي ما انتم عارفين بيبقى مربعين في الارض وحيطه قصاد. اهم التدريبات اللي انت محتاج تتدرب عليها انك ازاي تشوط الكوره في الحيطه وتنزلها في المربع، وتفضل ان انت تمارس ده وتعيد في ده اكتر من 100 مره في الاسبوع او في اليوم على حسب الانضباط والديسيبلين بتاعك. ده بيخليك تقدر توصل لليفل مختلف في الاتقان اللعبه واتقان المهاره بتاعتك. وده موجود في البزنس وموجود في اي حاجه انت عايز تتعلمها. يعني في كاراتيه كيد كان علشان يقدر يوصله لمستوى مهاره معين محتاج ان هو يخليه يلبس القميص ويقلعه يعلقه اكتر من 100 مره في اليوم. كريستيانو رونالدو علشان يقدر يوصل لليفل ده من مهاره معينه زي مثلا مهاره ان هو يشوط فاول وتدخل جون من على ال 18 محتاج يتدرب عليها كل يوم. المشكله في البزنس انك ما عندكش الديسيبلين بتاع المهاره انك تقدر تشتغل عليها كل يوم. يعني انت مثلا لو عندك بزنس انت محتاج تبيع كل يوم، محتاج تعمل ميتنج كل يوم، محتاج تتفاوض كل يوم، محتاج تتدرب على انك تطلع منتج او خدمة جديدة كل يوم. انك توصل للديسيبلين ده في اي مهارة ده اللي بيخليك يوصلك ان البزنس عندك يبقى مختلف. فالسؤال هنا ايه اللي انت قادر ان انت تعمله بشكل منضبط كل يوم في البزنس؟ هو ده اللي هيخليك مميز وهيخليك في حتة تانية وهيخليك ان انت قادر ان انت تعملها بكل بساطة وبكل سهولة. هو ده اللي هيخلي البزنس عندك مميز، وده الكارت اللي انت محتاج تشتغل عليه وتلعب عليه. لو قدرت تعرف ايه المهارة اللي عندك في البزنس اللي انت قادر تمارسها 5 و7 و10 سنين كل يوم، هتقدر تعرف ازاي تنجح البزنس الخاص بيك بكل بساطة وسهولة.